السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة وصفات هندوشا. وتحت الطلب ديالكم انني نقدم لكم كيكة اقتصادية. فاليوم جيتكم بكيكة اقتصادية سهلة وسريعة التحضير وبدون فرن. نتمنى انها تنال اعجابكم. ما تنساوش تخليو لها لايك وبارطاج عبر مواقعكم الاجتماعية والاشتراك في القناة بالضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو. ويلا نمشيو نشوفوا دابا المقادير اللي غادي نحتاجوا لها: 2 ملاعق ونصف من الدقيق، 3 ملاعق ونصف من النشا، هو دقيق الذرة، 2 ملاعق من بودرة شوكولاتة الكاكاو، كأس من السكر سنيدة، فأنا عبرت بكأس العنبة، ملعقة كبيرة من الزبدة، 2 ملاعق من الشوكولاتة الخاصة بالدهن، علبة من ياغورت أو الزبادي بنكهة الفراولة أو الفريز، 800 ملل من الحليب، وعلبة ونصف من الشوكولاتة. عفوا فأنا ما راهاش ظاهرة لكم في المقادير. علبتين من البسكوي بنكهة الشوكولاتة، وعلبتين من البسكوي عادي يعني سادة. فهنايا كتشوفوا علبة، ولكن غنستعمل 2 علب من كل نوعية. بالنسبة لطريقة التحضير غادي نوضعوا الدقيق، النشا، بودرة الكاكاو والسكر. كنحرك الكل جيدا. كنضيفوا الحليب ديالنا، حليب كيكون بارد بطبيعه الحال. كنحركوا الكل جيدا. اذا كان النشا والدقيق متكتل فمن الاحسن في الاول كنغربلوهم باش ما يكونوش لينا تكتلات في الخليط ديالنا. كنوضعوهم على نار اللي كتكون متوسطه. كنحركوا الكل جيدا باستمرار حتى كنحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون ثقيله، بحال منين كنحضروا كريمه كريم باتيسيير او كريمه الكاسترد، حتى كنحصلوا عليها ثقيله نوعا ما. فكنطفيو على الغاز او على العافيه، يعني خارج العافيه. كنضيفوا لها ملعقه كبيره من الزبده و2 ملاعق كبار مملوئين بالشوكولاته الخاصه بالدهن اي نوعيه حبيتو، وكنخليو الخليط ديالنا جانبا. فهنايا غادي نحتاجوا المول بدون قاعده، كنوضعوه في طبق تقديم، البسكوي ديالنا والصلصه اللي سبقنا وحضرناها. من الاحسن نستعملوها كتكون بردت شي شويه باش كتكون شي شويه جامده. فكنبداو كنلصقوا كل بسكوي ساده مع بسكويه نتاع الشوكولاته، وكنستفوهم او كندوروهم على القالب ديالنا بهذا الشكل، وكنبقاو مستمرين. بالنسبه للطبقه الثانيه كيف غادي تشوفوا معايا، فما تنساوش غادي نديروا نفس الطريقه، ولكن في الوجه ديال البسكوي ما ننساوش انا نوضعوا فيه الشوكولاته باش يلصق لنا على الوجه الاخر كيف ما هو موضح على الفيديو. نخليكم مع الصور. ومن بعد كيمكن لكم تستمروا بسكويه وحده، يعني بسكوي واحد كتبداو كتلصقوه على بعض، ومن بعد كتكسروهم على 2 باش كتملؤوا كل الفراغات. ومن بعد كتنتهيو بالصلصه الصلصه اللي وجدناها مع بعض. كتنتهيو انكم توضعوها على وجه الكيكه وكتدخلوها للمبرد، يعني الفريغو، الثلاجه. كندخلوها على الاقل مده 2 ساعات باش كتثبت مع راسها وكتجمع ما كتحلش لينا. ومن بعد كنمشيو نحضروا هاد الصلصه اللي كندوبوا تقريبا كيف قلت لكم في المقادير، فهي ماشي مصوره في المقادير ولكن غنسير انني نصورها. علبه ونصف من الشوكولاته بالحليب او الشوكولاته السوداء، فانا هنا استعملت شوكولاته بالحليب. كنضيفوا لها علبه الياغورت كيف كتشوفوا معايا بنكهه الفريز، كتعطي واحد النسمه رائعه. وكنحركوا الكل جيدا. ومن بعد مرور 2 ساعات بعد ما تمسكات الكيكه ديالي، فغادي ندهن لها الوجه والجوانب بالصلصه اللي قدمنا مع بعض، الشوكولاته مع الياغورت. فكندهن لها الوجه والجوانب. وكناخد شوكولاته الفيرميسيل اللي كتكون بهذا النوع هذا، فكنرشها لها على الوجه وعلى الجوانب. كنلبسها جيدا باش كتجي ملبسه بهذا الشوكولاته وكتجي زوينه في المنظر وفي المذاق. ومن بعد ما يبقى لكم غير توضعوها في المبرد على الاقل 2 ساعات باش كتجي بارده وزوينه، وما يبقى لكم غير تقدموها بالصحه والراحه.
نتمنى الكيكه ديال اليوم تنال اعجابكم. الا كيعجبكم هاد الانواع من الكيك ما تنساوش تخليو لي تعليق تحت الفيديو، تعملوا له لايك. الى وصل للعدد كبير من اللايكات فكنوعدكم ان كل اسبوع ان شاء الله غادي نحط لكم كيكات من هذا النوع. وانا كيف العاده كنقول لكم بصحه وراحه ونهاركم مبروك.